أكبر خطأ ممكن نعمله في العلاقات لما بنرتبط تخلي الطرف اللي قدامنا يشوفنا بالرخص الكافي إن هو ما يكملش معانا أو بالاستهتار بمشاعرنا. الأول اعملوا لايك وكومنت واكتبوا لي تفتكروا إيه. خليك دايما لما تحب تعمل وما تقولش، ولما تيجي تمشي وتنسحب من العلاقة قول وما تعملش. يعني بنشوف مثلا طرف بيحب بس مخبي، ما بيعترفش بحبه، ما بيقدمش أي خطوات ناحية الطرف التاني. الطرف ده بيزهق، بيمل، بيشك أحيانا في حبه وصدق نواياه. فبليز لما تحب حد اعمل، اثبت له بالافعال. امشي بدل الخطوه 2 و3 و10، حسسه ان هو مهم وفارق معاك. اما بقى لو حسيت ان انت مش مرتاح، من حق الطرف التاني اللي اداك وقت وحب واهتمام ان انت تقول له، تعرفه، ما تهملوش، ما تتجاهلوش، ما تتعاملش معاه ان هو خلاص هيفهم لوحده. لا، خليك بالاحترام الكافي، خليك مقدر ان كان في عيش وملح، عشره، وقت حلو. طرف امنك على نفسه وعلى قلبه، فمن حقه عليك ان انت تعرفه. في مقولة كمان بتقول فدان الكلام بقرش وقراط الفعل بملايين. يعني لما تيجي تثبت حبك اثبته بأفعال، ما تثبتوش بكلام. البنت مننا مش هتهتم بواحد بيقول لها اجيب لك نجمة من السماء وهو ما بيقدمش أي خطوة ناحيتها، ما بيمشيلهاش خطوة. لكن هتهتم جدا بالراجل اللي بيقدرها، بيروح بيحارب مع الدنيا والظروف عشان يشتريها، عشان شاري خاطرها. فمن فضلكم لما تيجوا تبدأوا علاقة أو تنهوها، ادخلوا واخرجوا من العلاقة بنفس الود اللي كنتوا بتتعاملوا بيه الأول. بعد الحب والاهتمام من حق الطرف اللي قدامك ان انت تنسحب من العلاقه، تقول له اسبابك، تقول له دوافعك، تخليه ماشي ومفيش غصه في قلبه، مفيش وجع، مفيش دعوه يدعيها عليك في يوم من الايام ان انت ظلمته وجيت عليه وتعبته. وجع القلب مش بالساهل. ادخلوا العلاقات واحسنوا سكناها، او ادخلوا القلوب واحسنوا سكناها. استناكم تكتبوا لي رايكم في الفيديو ده. نسرين العمري.